بكم بفيديو جديد مع مستر إيستي مقطع جديد. اليوم نتحدث على هاكر جزائري حمزة بن دليش، هاكر جزائري من مدينة بزيوزو، معروف بالاسم الحركي BX1، ومدرج على ال FBI بأخطر 10 هاكرز في العالم، حيث اقتحم الحسابات الخاصة أكثر من 217 مؤسسة مالية مستوى العالم، مسببا لهم خسارات تقدر بالمليارات، على طريق فيروس الحاسوب الذي قام بتطويره مع حليفه ألكسندر، وتمكن سنويا من زرع هذا الفيروس ب60 مليون حاسبا حول العالم، وسرقة الحسابات البنكية في هذه الأجهزة. في عام 2013 اعتقلته السلطات التايلاندية بالتعاون مع جهاز الانتربول الدولي في عاصمة التايلاندية بتهمة التورط في جرائم الانترنت. اعتقل أثناء عبوره المطار، انكشف على كونه واحدا من أكثر 10 شخصيات مطلوبة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية. كان بذلك بن دليش في إجازة هناك بصحبة أسرته، كان بصحبته الجهاز اللابتوب وشريحة هاتف ثريا تعمل على طريق الأقمار الصناعية، إضافة إلى عدد من الأقراص الكمبيوتر المضغوطة. ونقل حمزة إلى ولاية جورجيا الأمريكية، التي أصدرت مذكرة بحث بحقه في عملية تجري استمرت 3 سنوات. وبدوره نفى دليش ادعاءات السلطة التايلاندية بأنه مدرج في قائمة أبرز 10 شخصيات مطلوبة لدى مكتب التحقيقات الفيدرالية. كما نفى كل الاتهامات الموجهة له من قبل المكتب الفيدرالي الذي تابع خطواته منذ 3 سنوات. وقال بن دليش في مؤتمر صحفي الذي عقد لإعلان القبض عليه: لست مطلوبا ولست إرهابيا.